ألو يا موطن العربي، من الأدنى إلى الأعلى، ألم تعلم؟ ألم تسمع؟ ألم تسمع بما قد حل بغزة والأقصى؟ يا نشام الأردن، يا أحرار سوريا، يا أهل العراق، يا أسود الرافدين، يا أهل الجزائر، يا بلد المليون شهيد، يا أهل ليبيا، يا أحفاد المختار، يا أهل المغرب، يا أسود الأطلس، يا رجال تونس الخضراء، يا أهلنا في الخليج، شعب النخوة والأصالة، يا صقور مصر، يا أبطال الكنانة، يا شعب اليمن، يا نبع الرجولة، إلى كل الدول العربية لا أحد يجيب. يا من نشدناكم يا أهل الإسلام والرحم والعروبة، أفيقوا، دموعي تشق الخد من شدة الأسى، وعيني جفاها النوم، والبال ما صفى، وقلبي بنار القهر والظلم يكتوي، فقد جاوز الأعداء في قهرنا المدى، وأنظر حولي فأرى الحال مؤسفا، لمن ضيعوا أمجادنا كلها سدى. اللي بيصل للناس قاعد تموتنا بس، واللي عملناه احنا في الدولة. فأسأل نفسي وهي لا تجيبني، متى يستفيق العرب من سكرهم؟ متى؟ عملنا 4-5 شهداء. مداك يا فلسطين. ظللنا قرونا نملك الأرض كلها ونمتلك الشرق العظيم وما حواه، الحمد لله رب العالمين. ودانت لنا طوعا وكرها ملوكها، وصرنا نساق اليوم من أرذل الورى، فمن لي بجيش مثل جيش أسامة أذيق به أعداءنا الذل والردى. أنا بحكي على مربع فيه 400 جثث قصف، دمر يا شباب دمر. ومن لي بسيف مثل سيف ابن طالب أدق به في الحال أدمغة العدا. ولكن عزائي أن للبغي مدة، وأن هلاك القوم في الذكر قد أتى. أفيقوا، أفيقوا بني الإسلام، هبوا حمية لأرض إليها سيد الناس قد سرى. أفيقوا، أفيقوا يا عرب، أفيقوا يا مسلمين، غزة تستباح، أفيقوا من سكرتكم. ويتسكر الباب لما الأخلاء ينكروا من الماضي ما طاب.